بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. انا لسه عند حسام ولسه بكلمه ومش هسيبه. عندي مشكلة مع بتوع الطلمبات والناس كلها عندها مشكلة. انا كل حد يكلمني يقول لي ما اعرفش، انا ماليش دعوة. انا بقيت خلاص زهقت من بتوع الطلمبات. مفيش واحد اوديه لحد بتاع طلمبات غير لما يشتكي. ما اعرفش ايه الموضوع ده. انا عايز افهم يا حسام، ايه مشكله الطرمبات؟ هل عشان احنا في ناس كتيره مش فاهمه فيها فبيبتدي الناس يعني يبتدي بتوع الطرمبات دول يشتغلوا اصحاب العربيات؟ ما انا عايز افهم. اصل في الميكانيكا قبل اي حاجه، في الميكانيكا انا فاهم تيل فرامل شيل وحط واعمل، ده واضحه. تمام. الا بتاع الطرمبات. تمام. ايه الحكايه؟ قبل اي كلام، انت بعت لي كذا حد، مش حد معين بس. تمام. حد اشتكى لك من شغلك؟ لا مفيش حد خالص. ما انا عارف ان انت بعت ناس كتير وناس اشتكت كتير، بس بفضل من بالذات الله كل شكاوي الناس من الطلمبات، بفضل من الله. لكن انت بعت لي حد من شغل الطرمبه واشتكى مني؟ ولا انت ولا اللصه مسعد ولا بسام ولا علي حبيب ولا اي حد من اللي انا بعتهم ليه الصراحه. كل المشكله تبعت عند حد بتاع الطلمبات يبقى يومك مش معدي. بص يا هندسه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو الحمد لله رب العالمين، الصنايعي اللي عنه مليانه ما بيسرقش زبون. تمام. الصنايعي اللي عنه مليانه الشبعان، ايوه، اللي متربي وابن الاصول، اللي ما بيسرقش زبون. انت كنت هنا من فتره وزبون مع 14 من فتره. ماشي. الكلام ده كان قبل رمضان. قبل رمضان ب 20 يوم، بشهر كده، تمام، او بشهرين، الله اعلم، مش فاكر كويس. جاي من عند صنايعي بيقول انا رحت لصنايعي وقال لي دخلني في موضوع ان انا عايز اغير طرمبه واغير رشه. ده الراجل الصعيدي اللي هنا. ايوه، بتاع 32,000. نزلناه ايوه، بتاع 32,000. انا نفس المشكله تبقى حصلت معايا. هي بتحصل على طول. بس لما تحصل معاك في عربيه 98 ولا 99، لا صعب قوي. ماشي. ده راجل غلبان، يعني ده راجل 98 ده غلبان، ده يا عيني ده مش قادر، ده احنا نديله، ده احنا نساعده. ده راجل غلبان يا عيني. 99 يا راجل عايز ياكل لقمه عيش. والله يا هندسه، والله العظيم بسبب كاوتشتين الميزان. انت شفتني على فكره، انا نزلت لها فيديو وانا مفور الطرمبه، يعني بسبب كاوتشتين الميزان. ماشي. مدخله في الطرمبه. الاول قال له احنا هنحل الطرمبه، بتاع الطرمبات. قال له احنا هنحل الطرمبه، هنغير لها هيد، هنغير لها ميزان، هنغير لها جاز شفط، هنغير لها بكر، هنغير بيستم. طب انت خليت قفل الطرمبه. طب هنغير الطرمبه. طب انت خليت قفل الطرمبه، ما انا لسه بكمل لك بقى. راح الزبون ناصح برضه شويه، راجل تعبان شقيان، ما هو لو معاه كان جاب زيرو من الاخر بقى عشان نبقى صراحه. ما هو لو معاه سعي كان جاب واحده. ايوه استيراد. ما هو طالما انا راجل متكحرد معايا عربيه قديمه، يبقى انا راجل فهمان بقالي كتير. توصل لك ازاي؟ بقعد في الاسفلت. ما تبصش للشباب بتاع اليومين دول. الشباب بتاع اليومين دول، اللي والده كان معاه عربيه وقال له احنا هنغير. طب انت اقعد يا والدي في البيت، وهي شغلانتنا او هي مهنتنا. طب انت اقعد في البيت واحنا هنجيب عربيه جديده شويه. تمام. يعني مش زي الشباب بتاع اليومين دول. صح. نعم. الراجل الكبير ده جاني قال لي الدنيا بتقول 1 2 3. العربيه فيها ايه بقى؟ بتبطل على المطب فقط لا غير. هي عربيه 99 بتبطل على المطب فقط لا غير. قال له طبعا لما راح لبتاع الطرمبات قال له هنعمل 1 2 3، فقال له لا، طب ما بدل ما اعمل كل ده اجيب طرمبه. قال له يبقى انت عملت مع نفسك الصح، اطلع هات طرمبه وتعالى. راح الراجل سايب الصنايعي بتاع الطرمبات المحترم، ماشي، وهيتفرج على الفيديو ده وهيعرف الكلام اللي انا قلته ده. هيعرف نفسه يعني. ايوه هيعرف نفسه. ماشي. لانه هو متابعك. متابعني كمان. ايوه هو متابعني برضه، اللهم لك الحمد. تمام. الحمد لله. طلع من عند بتاع الطرمبات، قال له خلاص انا هجيب لك طرمبه واجي. في طرمبه عند واحد صاحبي، انا هروح اجيبها لك واجي. ده صاحب العربيه. ايوه صاحب العربيه، عامل نفسه ان هو بيتكلم في التليفون وراح سابه وراح ماشي. لقيته جاي. كان الساعه كانت تجي 1 الظهر او 1 ونص. الكلام ده بقاله 4 ايام او 5 ايام بالظبط. دخلت عربيه بعد اذنك يا استاذ حسام، هو مش زبوني عندك، تمام. راح مدخل عربيه وراح قال لي بص على العربيه، فبصيت على العربيه قلت له كده الطرمبه عايزه تتحل. قال لي قبل ما تتحل هيبقى فيها ايه؟ قلت له طرمبتك ما فيهاش الا حاجه بسيطه خالص، انا هعملها لك وخد عربيتك واتكل على الله. تمام. مش عايز يا عم منك فلوس، توكل على الله. والله العظيم ده حصل مني بالفعل، وما في كلام غير
قال لي اكتر من النفس زي ما بقول لك كده. طب يا استاذ حسام حلو، عارف هو لو بتاع الطرمبات يعني، هو الراجل لسه بيكلمني بقى، هو ما قاليش انا رحت لفلان ولا عملت إلا لما فورنا الطرمبه وقلت له لو في طرمبتك كاوتشتان ميزان فقط لا غير. تمام. والله ما غيرنا الا كاوتشتان ميزان والقلسه بتاع الكامل اللي قدام اللي هو بيخلط جاز على الزيت، وده هنتكلم فيه في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. عشان ده تمام. واحد بينزل زيت يلاقي الزيت بدل ما ينزل 4 كيلو بيبقى 5 كيلو بالظبط كده. وغيرنا الاستك بتاع الدراع، وغيرنا استك الهيد، وغيرنا جوانين للجنب بس. والله ما في اكتر من كده. تمام. اللي اتعمل في طرمبه. تمام. وهكلمك برضه في غاز الشفط في المرحله الجايه باذن الله. باذن الله. تمام. لان عاده في الصناعيه يعني مش عايز اقول لك بتوع الطرمبات كلهم. لا ما اصل انا اصطدته حسام النهارده لحد النهارده اجازه وادي قاعدين، فانا اصطدته كان كل مره يفضل يلبخني وانا كان يتنطط لي شمال ويمين وكده، فانا مريحه. وعيد ميلاده امبارح بنقول له كل سنه وانت طيب حبيبي. اتفضل يا حسام. فانا كده كنت واخد النهارده اللي كنت واخده اجازه. تمام. يعني هو ابتدى من 12 بالليل. ماشي. فانا كنت واخد النهارده اجازه، بس طبعا لما عرفت ان انت جاي فمش هقدر. لا مش هتقدر تجلي مني. تمام. دخلنا يا باشمهندس، حلينا الطرمبه، فورت الطرمبه، واحنا قاعدين الراجل بيحكي لي بقى، بيقول لي تصدق انا رحت لفلان وبقول له شوف اللي في الطرمبه، قال لي ده عايزه 1 2 3 4. قلت له طب ازاي؟ قال لي والله هو كده، هو ده اللي حصل منه، واقسم بالله هي عامه ارزاق، وطالما انا مكتوب لي لقمه عيش من وراه او من ورا اي حد، والله العظيم لو سد الطريق لا هيجي لك هتجيلك لا يركب طياره ويجي. صح. لا يركب طياره ويجي لك. طالما انا مكتوب لي لقمه عيش من ورا فلان والله العظيم لا خدها. تمام. يبقى هو بيقول لي اصلا يعني اللي خلاه قال كده، بيقول لي طب هو عارف هو لو مهد لي الدنيا زي حالتك كده والله العظيم لو قلت له حلها. وصل لك ازاي؟ لكن هو لا غرزه نعم على هو راح بخ سمه في الراجل حول الله. فالراجل اصلا هو مش مستحمل السم يعني هيموت. ضرب فيه القنبله على طول. ايوه. فجينا فورنا الطرمبه بفضل من الله، حلينا غيرنا كاوتشتان الميزان وقفلنا الطرمبه زي ما قلت لك كده. واطلع جرب عربيتك، كان عنده سن الدخنه منعناها، واطلع جرب عربيتك الله اكبر. قال لي فرقت بطريقه مهوله. تمام. ادي بتوع الطرمبات يا باشمهندس. ايوه. عايز تقول لي ايه تاني؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه. قول. ماشي. ان مش كله بتوع الطرمبات. يعني مش كله بتوع الطرمبات برضه. لا عشان حرام. لا ما مش كلهم. احنا مش عايزين يعني مش عايزين برضه ايه حد يزعل مننا. بس انا المشكله ان انا اساسا مش لاقي بتاع طلمبات كويس. لو في حد بتاع طلمبات يا جماعه عنده كويس بلغه، نيجي نصور معاه، نساله، ناخد منه معلومه لو سمحت يعني. او انت يا بتوع طلمبات ما تخافش، لو مش عايز تظهر قصاد الكاميرا خليك من ورا الكاميرا. زي ما انا مشكله خالص. زي ما انا قلت لك كده يا باشمهندس. احنا في الاساس ميكانيكيه، بس برضه بتوع طرمبات. انا لما دخلت في الطرمبه ماشي، مش دخلتها كده من عله، اقسم بالله العظيم. يعني دخلتها بسبب اللي الواحد كان بيشوفه. بتشوفه انت يعني بسبب اللي الواحد كان بيشوفه. انا بفضل من الله ساعه فتحت ورشه كنت اصغر ميكانيكي في مصر. خليكم معانا في الفيديو الجاي هتشوفوا حاجه حلوه قوي.